السلام عليكم. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ثانوية عامة 2026. نظرا اني راجل ديمقراطي وان محتوى ثانوية عامة كسب ان هو يتعمل له فيديو، فهنعمل فيديو النهارده يوم الثلاث اللي هينزل الساعة 12. معرفش ليه بس هو انا حبيته كده ينزل الساعة 12. وفيديو يوم الخميس ان شاء الله هيبقى فيديو علمي الانسولين والسكر. فيا ريت يعني لو انت مش عامل لهم متابعة عشان المحتوى ده ملوش اي ستين لازمة، اعمل لهم متابعة عشان المحتوى الجاي ان شاء الله تستفاد. لو حد تعرف في جسمك ماشي ازاي فهتستفاد كده كده. تمام، تعال نخش في الفيديو. اول حاجه كده، اول عنوان انت شايفه في الصوره اللي جيميناي عملها لنا، تحياتنا لراجل جيميناي. قال لك ازاي تبدا يوم 6/5 وتجيب 96%. هي زريبة يا حبيبي، هي زريبة دي. انت متخلف يا ابني. بطل يا اسطى تفتح فيديوهات يوتيوب عشان تعرف تبدا ازاي، وخش ذاكر يا اسطى. عشان لو ده نتك تخش على فيديوهات اليوتيوب كلها وازاي تبدا يوم 6/5. بس بص، انا جايب لك 6/5. لو بدات يوم 7/5 اللي هو ميعاد نزول الفيديو، فيا اسطى انت مش هتجيب 96. فانا عشان كده انت مش هتجيب 96 لو بدات يوم 6/5. اقعد اتشقلب يا اسطى زي ما انا هتشقلب دلوقتي. اقعد اتشقلب كده واقعد لف على الفيديوهات كلها وازاي تبدا وازاي تجيب. ابدا وسيبها على ربنا وانت هتجيب عادي. حتى لو انت لسه هتبدا وناوي تتاجل، اقول لك حاجه: ابدا وذاكر، اعمل اللي عليك وخش امتحان ثانويه عامه، خد التجربه عادي واكنك داخل تهزر. سيب الورقه فاضيه، شوف بس الاسئله عامله ازاي، الرهبه بتاعه اللجنه اللي هو الكلام الحلو ده. وما عجبتكش الاسئله ولا تعرفش تحل، يبقى سيب له الورقه وامشي. بس ده اللي انا اقدر اقوله لك عشان ما تضيعش سنه من عمرك. ده كده اول عنوان قد كده. تاني عنوان هتلاقيه على الشمال تقريبا، بيقول لك هل الاسئله بتاعت المراجعات النهائيه هي نفس الاسئله اللي بتيجي امتحانات اخر السنه؟ هو بيجيب لك مال ازاي بس؟ ما انا هقول لك ازاي. نفس الاسئله، يعني مش نفس الافكار بتاعت الاسئله بتاع المراجعات النهائيه. هو مش هيخترع افكار جديده. لو كان هيخترع افكار جديده ما كانش حد جاب 96 97 98 99. كان مجموعه هيبقى قليل. اصل داخل يمتحن مش مدرس ولا عالم في الماده اللي هو بيمتحن فيها علشان يكون هو احسن منك في حاجه. هي كلها بتبقى توفيق في الاول وفي الاخر. هو راجل راجع كويس وانت ما راجعتش كويس. هو المعلومه دي كانت معاه في دماغه فعارف يحل. انت المعلومه طايره منك مش هتعرف تحل، خلاص. الاسئله نفس الافكار اللي بتيجي. عشان كده المدرسين بعد اي امتحان تلاقي ده يقول لك انا جه من عندي ال 40 سؤال، من ال 40 سؤال ده جاب كذا وده جاب كذا، فطبيعي يعني. تالت عنوان معانا في الصورة وقت المراجعات اللي هو فوق ال 24 ساعة وانت تقعد تسمع حل والكلام من ده. أول حاجة إن أنت تسمع حل دي أنت جريمة في حق وقتك. تسمع يعني، طب ما تحل أنت بإيدك وتشوف الإجابات على طول. يعني ده اسكيب 10 ثواني 10 ثواني 10 ثواني تقول لي أنا بسمع الحل بتاع الأسئلة عشان مستر يقول أفكار جديدة. مستر مش هيقول أفكار جديدة في الحل. هو أنت كده كده حليت وأنت عارف الفكرة بتاعت السؤال، فهو هيخترع أفكار منين؟ كده كده أنت يعني أنت حليت الفكرة. تسمعها ليه تاني؟ معرفش. الاوقات بتاعه الشرح هو هتلاقيه منزل لك شرح صغير، شرح كبير، شرح تفصيلي، واجهزه كمبيوتر ووجبه من الكانتين اللي مش عاوزين تقربوا له ابدا، وترابيزات بلياردو وبيت. انت اسمع حاجه واحده لو انت مذاكر. انت مش مذاكر اسمع حاجه واحده من الكبيره. لو انت بقى ضايع خالص اسمع برضه حاجه واحده. هتقعد تسمع ده كله امتى تمسك الورقه والقلم وتطبق بايدك؟ امتى تمسك امتحان جزئي او امتحان شامل وتحله؟ امتى ايدك ده تشتغل؟ مخك هيفكر مش المدرس اللي هيفكر مكانك. عشان ما تجيش اخر السنه تقول انا اتظلمت انا وانا وانا والكلام اللي هو كل الناس بتقوله زيه. هتلاقيه في الاخر كان قاعد يسمع حل ويبقى اصلا ماسك التليفون يسكرول وقاعد يسمع الحل وهو قاعد يسمع المحاضره. فانت لازم تجرب بايدك. وده دخلنا في نقطه ازاي تحل شوامل. انت بتحل شوامل بتمسك الامتحان الشامل. الامتحان الشامل 45 سؤال، انت حليت 20 انت عارفهم. 25 دول انت فاكرهم وعارف لو رجعت هتجيبهم من الشرح الاساسي. علم عليهم وارجع لهم للشرح الاساسي وهاتهم. انت لسه ما خلصتش مراجعه. امتى بقى تعاقب؟ يعني تحس ان هو انت فعلا مقصر بعد ما تخلص مراجعه اللي هو تخلصها 20/5 25/5 وتيجي تبدا تحل شوامل لنفسك مثلا تاخد اكتر من 3 4 اسئله. خلاص يبقى هنا في انت فعلا الحته دي انت ما رجعتهاش كويس، فترجع تراجعها كويس تاني. فانت من دلوقتي اما تيجي تبدا تحل شوامل والاسئله ال 25 دول ترجع لهم اصلا في الفصول الثانيه، فانت بتراجع على الاسئله دي من الفصول لسه هتراجعها. فانت تعتبر كانك هتراجع مرتين. ده اللي انا شايفه. انت شايف حاجه تانية براحتك. تالت حاجه معانا وهي الرد على الاسئله اللي كانت على الفوت. اول سؤال: هل عادي افتح سوشيال ميديا حتى لو انا مخلص؟ لا يا اسطى، تفتح السوشيال ميديا حتى لو انت مخلص. استنى شهر ونص ما جاتش عليهم يعني، فلا استنى شهر ونص. اللي بعده
تاني سؤال بالنسبة للشوامل، جاوبنا على الشوامل. اللي بعده. تالت سؤال، هل كتب ليالي الامتحان مهمة؟ لا، بس في بقى لو كتب فيها شوامل فمهمة. كتب ليالي الامتحان ويجيب لك شرح والحاجات دي لا. اللي بعده. رابع سؤال تقريبا، لو واحد هيخلص مراجعة 20/5 فمش عاوز يحل شوامل غير لما يخلص، براحتك. انا قلت اللي انا شايفه صح، انت براحتك انت. اللي بعده. المتحرر في العربي، بالنسبة للمتحرر سواء في العربي او الانجليزي فهو بيجي غير بالتدريب الكتير، وان انت يعني تكون حاطط سيستم للحل في دماغك. تحط سيستم الحل في دماغك ازاي؟ كل واحد بيختلف من واحد لتاني، بس هي في الاول وفي الاخر هي مهارة انت بتكتسبها. فشوف بقى تحاول تتمرن عليها كتير عشان تكتسب هذه المهارة الجميلة جدا. حتى لو ما تخلص ثانوية عامة هتعرف تحل من غير، لو انت برضه مخلص ثانوية عامة بقالك سنتين بس انت عندك المهارة ان انت تحل قطع قراءة ونصوص، فانت هتحلها بعد ثانوية عامة عادي. احسن انشودة للجوهري، حاضر هسيبها لك دلوقتي. صبري يا نفسي، صبري يا نفسي معنا الله. مشوار الطب بدأنا خطاه. صبرا فطريقي من نيران، والقلب ينادي كن كالشجعان. أتذكر لما أتعبتك يوما وسهرنا سويا للفيزياء، وسهرنا سويا للأحياء. قلت يا نفسي أتقن ذا الدرس كي تبلغ دوما للعلياء. فحملت كتابي واحتسيت شرابي، وسهرت أذاكر في الإمساء، وصبرت لأني أبصر في زماني سقما يتسلط في الأجواء. ودعوت بقلبي أصيل إلى الطب وأعالج أنا ذاك الإعياء. ووصلت لطلبي والتحقت بالطب، ودرست هنا علم الأعضاء. اسمه فسيولوجي وكذا الهستولوجي، والبايو كذا علم الكيمياء، وهناك أناتومي. جسدي هو وطني أدرسه من ألفه للياء. وهناك الفرما علم الأدوية، وباثولوجي كذا علم الأدواء. رمد للعين أنف والأذن، وكذا الحنجرة تصدر أصداء. باطن وجراحا نساء وولادة، نجلس والكتب كما الأعداء. وكذا الأطفال سهر وليالي، لا نشعر أبدا بالإعياء. يا سنيني مري أتعبت صبري، لكن سأسير رضا ووفاء.
سنسير طويلا ونعاني كثيرا، لكن لا بد من الإنهاء. صبرا يا نفسي، صبرا يا نفسي، صبرا يا نفسي، معنا الله. مشوار الطب، مشوار الطب، مشوار الطب بدأنا خطاه. صبرا فطريقي، صبرا فطريقي، صبرا فطريقي من نيران. والقلب ينادي، والقلب ينادي كن كالشجعان. السؤال الاخير، انت ليه عايز تخش محتوى الفيزياء؟ انت مؤهلك ايه؟ انا دكتور. هذه هي بعض الأسئلة وبعض الردود السخيفة التي ليس لها علاقة بهذه الفيديو، فيا ريت تكون استفدتم من هذا الفيديو اللي ملوش أي لازمة، وإن شاء الله يوم الخميس يكون فيديو مفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.